تحية جيسيكا اللي ابتلعتها الأوركا اللي كانت تمر بيدها في عرض على المباشر الخبر اللي راهو داير حالة في العالم. واليوم نفهمكم أكثر. قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا لنا لايك وفولو باش يلحقوكم معلومات أكثر. الحاجة الأولى لازم تعرفوها أنه سمكة الأوركا تعتبر من أخطر الحيوانات البحرية وأكثرها افتراسا، يعني حتى الحوت الأزرق وما يقدر لهاش. هذا لأنها شديدة الافتراس وتتميز بذكاء رهيب في صياد الفرائس تاعها، تاكل وتقدر تصيد كل الحيوانات البحرية اللي يجيو في طريقها. يسموها أيضا بالحوت الفتاك ولا الحوت القاتل، بصح معروف عليها أنها ما تدنش الإنسان وصديقة الإنسان. كنعاودو نوليو للأخبار المتداولة. جيسيكا تعتبر بطلة العالم ومريضة لسمكة الأوركا، وعاشت معها لسنوات طويلة ودير معها عروض مباشرة وتحقق ملايين وملايير المشاهدات. ودائما كانت تجمعها علاقة وطيدة مع سمكة الأوركا تاعها، وكانت تركب فوقها تشبك معاها وكما مرات دائما تشوفوا في الفيديوهات. بصح قالوا بلي في آخر عرض مباشر تاع جيسيكا والحوتة تاعها ابتلعتها وكسرت لها رجليها وبدا يخرج الدم منها، ومع الاول الناس كان حاسب لهم بلي هذا مجرد عرض وداخل في الشو، حتى بداو يشوفوا الدم في المسبح وكانت صدمه كبيره. هكذا خلصت تحيه جيسيكا على يد الحوته اللي ربتها، والناس بداو يتداولوا هذا الخبر بطريقه بزاف كبيره وغاضتهم وتعاطفوا مع جيسيكا، وقالوا في الاخير انه الحيوان يقعد حيوان وما لازمش نديرو فيه الامان. بصح انا كي كنت نبحث ما لقيت حتى قناه ولا جريده رسميه حكاو على الموضوع هذا، وانما كل الاخبار المتداوله يا اما في تيك توك ولا انستغرام ولا فيسبوك، يعني ما كاش مصدر رسمي وموثوق قال هذا الخبر. وبعدها بداو صفحات ينشروا وقالوا انه هذا كامل عباره على ذكاء اصطناعي، انه جيسيكا هذه واقيل ما كاش وما ميلا كاين ما صرا لها والو. الاوركا صديق الانسان، عمرها في تاريخ البشريه ما صرات انه سمكه الاوركا كلت الانسان الا مره واحده في التسعينات، وملتم ما زادتش تعاودت لانها صارت عن طريق الخطا. معناتها الخبر هذا ماشي رسمي وما كاش منه، تم نشره عن طريق الذكاء الاصطناعي والعالم كامل تعاطف معه لانه القصه مؤثره وفريده من نوعها. على هذه لازم تعرفوا منين تجيبوا المصادر تاعكم وما تنشروش اي حاجه تشوفوها. ودوكا ما قعد لي غير نقول لكم تشاو.